في ولاية نورث كارولاينا، جيفري واقف فوق سطح ماكدونالدز في نص الليل، بيستخدم شوية أدوات لحد ما يلاقي نقطة ضعيفة ويكسر ويدخل المبنى. تاني يوم الصبح، المدير وموظفين اتنين يوصلوا، وجيفري يزنقهم بالسلاح. بيتكلم معاهم بلطف ويوعدهم إن محدش هيتأذي. انتوا مع محمد شمس، وده فيلم من الآخر، وما تنسوش الاشتراك واللايك المتين. بعد ما خلاهم يلبسوا الجواكت، أخدهم على الفريزر. المدير معهوش جاكيت وكان بردان جدا، فجيفري اداله الجاكيت بتاعه. بعدها خد كل الفلوس من الخزنة وجري وهو بيتهرب من عربية الشرطة اللي جاية. كل ده بدأ من سنتين. جيفري عسكري سابق ومطلق، وبيعافر عشان يوفر لعياله التلاتة. في عيد ميلاد بيكي جاب لها شوية ألعاب قديمة من عنده وهي ما عجبهاش. جيفري قال لصاحبه المقرب وزميله في الجيش ستيف إنه مش لاقي شغل عادي لأن مهارات الجيش مش نافعة في شغل الحياة اليومية. لكن ستيف قال له إن عنده قدرة مدهشة في الملاحظة بتخليه يشوف حاجات الناس التانية ما بتاخدش بالها منها. بعدين في ماكدونالدز، جيفري ساب ولاده مع أمهم تانا وحاول يوعدها إنها يبقى أحسن، بس تانا ما بقتش مصدقاه. بعد ما العيلة مشيت، جيفري اتضايق لما اكتشف إن بيكي سابت هديته في عربيته. ساعتها بص لراجل صيانة بيطلع فوق سقف ماكدونالدز، وجي في دماغه فكرة. دخل جوه وفي دقايق قليلة حفظ روتين الموظفين وكل تفاصيل شغل المكان. وفي السنين اللي بعدها جيفري سرق 45 فرع ماكدونالدز بنفس الطريقة، بيقص فتحة في السقف ويدخل، وبقى مشهور بجرايمه والإعلام سماه روف مان. كمان وصفوه إنه مرعب، لكن الموظفين اللي اتسرقوا يتكلموا عنه كويس. عملوا له رسمة تقريبية بس علشان طول الوقت لابس ماسك، هم بس عرفوا شكله وجسمه. دلوقتي جيفري بقى عايش أحسن، اشترى تلفزيون أحلى وهدايا جامدة لبيكي في عيد ميلادها، فرقة وتورتة فخمة والعجلة اللي كانت بتحلم بيها. كل التغييرات دي ووصف روفمان خلى ستيف يشك فيه. للأسف حفلة عيد ميلاد بيكي اتقطعت بوصول البوليس، فجيفري وهو يائس جري يهرب. نط من فوق بيوت الجيران لحد ما وصل للتل، بس اتزحلق ووقع لتحت. ده اللي خلى الشرطة تمسكه وبيكي بتتفرج. بعد محاكمة سريعة، خد 15 سنة سجن. في السجن اتصل ببيكي وقال لها كلمتين قبل ما يسمع إن تانا بقى عندها صاحب جديد. تانا رفضت تتكلم معاه وخلت بيكي تسفل، ومن بعدها عمره بعرف يكلم ولاده تاني. قطع صورة تانا من الصورة العيلة اللي معاه. في الآخر اشتغل في ورش السجن واتعلم كل تفاصيل روتين العمال، خصوصاً عربية التوريد. ولما خطته اكتملت، كمل شغله وهو بيصنع كل القطع اللي محتاجها للهروب. قص لوح خشب ولحم قطع معدن وعدل شوية هدوم. في يوم استنى السواق لما رجع الكابينة وجري يجيب اللوح الخشب. دخل تحت العربية، ركب اللوح في الهيكل وخبى نفسه وراه. لما العربية خرجت من المبنى، الحارس بص بالمراية تحتها، بس جيفري مستخبي كويس فما عداش عليه وهرب بنجاح. بعد ساعات على الطريق، السواق وقف يقضي حاجته. جيفري طلع بهدوء ولف حوالين العربية بسرعة وجري ناحية الغابة. هناك رمى بدلة السجن وطلع اللبس اللي كان لابسه تحتها. وصل لطريق تاني ووقف عربية توصله على المدينة. قدام بيته شاف بيكي راكبة العجلة، بس ما قدرش يقرب منها عشان عارف إن الشرطة هتيجي. بالليل كلم ستيف يساعده يهرب بره البلد. ستيف قال له إنه متغطي في كل الأخبار ولازم يستحبى الفترة دي ويتكلموا بعد شهر. في اللحظة دي عربية بوليس وقفت قريب وجيفري بيدور على فكرة. لمح محل لعب قدامه، جري جوه بعربية التسوق يدعي إنه زبون. بعد لف شوية تمثيل تسوق راح البانيو، وقف على قاعدة الحمام ووصل للسقف واتخبأ ورا لوحة. ظابط دخل يدور عليه لكنه ما شافوش. لما المحل قفل نزل جوه المكتب، بص على الكاميرات اتأكد إنه لوحده، ودخل منطقة العرض وأخد باله بسرعة من أماكن الكاميرات. بدأ يمشي بحذر عشان ما يتسجلوش، وبأداه لمس برطمانات أطعمة أطفال وأكلها في المكتب. واتفرج على الأخبار يشوف عملية الشرطة اللي بتدور عليه، واتفاجئ لما قالوا عليه عنيف. بعدها رجع للسقف وقعد اليوم كله هناك. اليوم اللي بعده لقى كتالوج نظام الأمن وقدر يوقف التسجيل. دلوقتي يقدر يجري في المحل زي ما هو عايز. وبعد ما جاب سكاكر كتير، اكتشف مساحة فاضية ورا عرض العجل، فنضفها وجاب مراتب وأكل وخلاها بيته. مع مرور الأيام جيفري بقى عايش في محل اللعب، بينام الصبح والزبائن حواليه ومحدش واخد باله، وبالليل يطلع يلعب بالألعاب. بياخد هدوم من صندوق التبرعات وبيستحمى في الحمام بشكل غريب، ويفضل يتابع أخباره في التلفزيون ويعرف إن الشرطة لسه مش مستسلمة.
في ليلة اكتشف إن المحل بيبيع أجهزة مراقبة أطفال، فركبها في كل مكان عشان يراقب الموظفين. شاف لي بتطلب من مديرها ميتش تاخد ويك أند بالتبادل عشان اتطلقت من شهور ومشكلة الحضانة صعبة. ميتش رفض وجيفري اتضايق عشانها، ومن المتابعة دي عرف باسورد ميتش واستخدمه بعدين يدخل نظام المحل ويغير جدول شغل ليه. في الآخر الإعلام والشرطة بطلت تهتم بقضية جيفري، فخرج يتفرج على ألعاب نارية يوم 4 يوليو. تاني يوم عدل قفل باب الطوارئ عشان يقدر يدخل ويخرج زي ما يحب. خد عجلة من المحل وركبها لحد تليفون عمومي واتصل بستيف. ميشيل ردت وقالت إن ستيف راح أفغانستان 6 شهور ومش راجع غير ديسمبر. ساب له رسالة مشفرة واتصل ببيته، لكن ما سكتش لما سمع بيكي مبسوطة مع جوز أمها. تانا شكت في السكوت وتوقعت إنه جيفري، وقالت له ما يتصلش تاني وإلا هتبلغ الشرطة. جيفري انهار بعد ما قفل. بالليل علق نتيجة يعد الأيام لرجوع ستيف، وتعصب وبدأ يضرب الألعاب. بعدها سمع ميتش بيتهم موظف بالسرقة عشان كرشه كبير. لي دفعت عن زميلها وجيفري اتضايق إنه السبب. بالليل رجع كل السكاكر اللي خدها. اليوم اللي بعده لي قالت لميتش عن إفطار خيري في الكنيسة وطلبت يتبرع بأي لعبة حتى الرجعة. ميتش رفض حتى الحاجات اللي مش بتتباع. بعد ما مشيت ميتش رمى منشور الكنيسة في الزبالة، وجيفري تعاطف معاها وقرر ياخد ألعاب للكنيسة. حاول يحط الشنطة ويمشي، بس واحد شافه واضطر يحضر القداس كله. جيفري فضل مبحلق في لي وهي بتغني مع الكورال. بعدين قعد في الإفطار الخيري عشان الأكل، لأنه بقاله فترة عايش على أكل الأطفال والسكاكر. الناس معرفوش شكله فعرف نفسه باسم جون، واتكلم مع لي اللي انبهرت بتبرعه. ولما سألوه عن حياته قال إنه بيشتغل شغل حكومي سري، فدعوه يحضر فعاليات تانية وهو كان وحيد فوافق. بعدين حاول يغسل سنانه لكن كانت بتوجعه من كتر السكاكر. سرق ألعاب فيديو وباعها وجاب فلوس للدكتور اللي لقى 14 تسوس، واشترى هدوم حلوة للكبار. في فعالية تانية قدر يكسب قلوب الستات. واحدة كانت ظابطة اتفاجأت لما قال لها إن في وحدة مخابرات في مدينة صغيرة كده، فأقنعها إنها سرية. ليه تسأله لو بيحب الرجالة فطمنها إنه لأ، فطلبت تخرج معاه. خرجوا أول مرة في بارك، وجيفري اتضايق لما عرف إن طليقها اسمه جيفري كمان، بس عضوا وقت حلو وراحوا بيت ليه وبقوا رومانسيين. بعد كده ليه حكيت له عن بناتها فقال نفسه يقابلهم. في الويك اند راح لليه وتعرف على بناتها وقدم لها دي هدية عن لعبتها المفضلة، وفرحت جدا وحضنته. لكن لينزي رفضت هديته ومشيت أوضتها. قضى باقي اليوم بيلعب مع دي وده خلاه حس إنه أب تاني. والأسابيع بتعدي وهو بيكمل ارتباطه بليه، لكن لينزي لسه مش قابلاه. حتى قضوا الهالوين سوا. عشان يوفر لكل الخروجات دي سرق وباع ألعاب فيديو أكتر، والخوف من إنه يتكشف مكانش سايبه، فطلب من ليه يبدأوا حياة جديدة في حتة تانية، لكنها رفضت لأن حياتها هنا. في ليلة هو بيستحمى في حمام المحل سمع صوت واكتشف إن ميتش موجود بعد مواعيد الشغل. هدومه كانت متعلقة بره، فاستنى ميتش يدخل المكتب وجاري يجيبها، بس ميتش شافه وخاف وجاري يستخبى. جيفري مثل إنه هرب وفعل الإنذار الباب الخلفي، لكنه رجع بسرعة لمخبأه. الشرطة فتشت ساعات وفي الآخر لقوا إن الكاميرات مش بتسجل. ميتش قال لهم إن ألعاب كتير بتختفي ووعد بتأمين أكتر. الأخبار اتكلمت عن الموضوع، لكن ده ما منعش جيفري يشوف لي ويروح الكنيسة. في عشاء عيد الشكر أصحاب لي قلقانين عليها بسبب سرق المحل وبيقولوا لازم تسيب الشغل. جيفري قال إن الراجل مش باين عليه عنيف، لكن وافق إنها تسيب الشغل وده استغربوه. لي قالت إن شخص بيستحمى في حمام محل شكله يائس وما ينفعش يتسخروا منه. ليندس اتعصبت واتخانقت مع أمها ومشيت. تاني يوم جيفري اتصل بستيف. ميشيل ردت واديته رسالة ستيف يقابلوه الأحد الجاي يرتبوا كل حاجة. بعدها حاول يصلح بين لي وليندسي لكن اتخانقوا تاني، ولأن ليندسي متضايقة إنها عمرها ما بتخرج عشان لي مش بتسوق، جيفري وافق يعلمها السواقة وراحوا يشوفوا عربية. وفي التجربة عمل حركات مجنونة في السواقة بسرعة وده خوف لي، بس أقنع البياع يخلي ليندسي تسوق بالدفع كاش. ليندسي كانت خايفة بس رجعتهم بسلام.
يوم الأحد قابل ستيف أخيراً وسأله إذا كان مستخبي وما كلمش حد. جيفري كذب وقال ميشيل حطت باروكة على جيفري عشان صورة الجواز المزيف، وستيف عمل له هوية جديدة كاملة. بس عشان جيفري يهرب من البلد محتاج $50,000 وهو مش معاه، وعد إنه هيوفرهم. بعدها راح محل الرهانات اللي متعود عليه وطلع فوق السطح يكسر ويدخل زي زمان، لكن غلط ووقع في محل جنبه. بقى يائس فكسر الحيطة للمحل اللي عايزه، والإنذار اشتغل. خد مسدس وبدلة واقية من الرصاص وكسر الباب الأمامي بتمثال وهرب. بعدين في محل اللعب جهز ألواح يخبي وراها مخبأه، وسمع ميتش بيشرح خطة الشغل الجاية. موسم الأعياد بيجيب فلوس كتير، الأمن هيزيد، فتح بدري وقفل متأخر حتى ليلة الكريسماس. فميتش حط جدول فيه شغل زيادة للكل. بالليل جيفري عدل الجدول بحيث ليه ما تكونش موجودة يوم خطته. تاني يوم أخد شجرة كريسماس كبيرة وزينات وهدايا البيت ليه، وبعدها راح الكنيسة مع العيلة. وهو بيتفرج على ليه وهي بتغني دمع. تاني يوم الصبح لبس الماسك وطلع بالسلاح يسرق محل اللعب. ربط الموظفين، الحارس حاول يوصل لسلاحه فاضطر يضربه. المنظر خوف الكل. بعدين خلى ميتش يفتح الخزنة ويشيل قنبلة الحبر. قنبلة انفجرت في وش ميتش، وجيفري خد شنطة الفلوس بأمان. وهو خارج موظف ناداه عشان الحارس محتاج إسعاف. قرر يتصل ب911 وده عطله، وده الوقت اللي ليه وصلت فيه شفتها، فهربت وهي بتصرخ، وجيفري هرب من الباب الخلفي. الشرطة وصلت بسرعة وأنقذت الحارس. التحقيق المرة دي كان أدق، والضباط لقوا مخبأ جيفري. ليه اتسألت وقالت مش عارفة مين عشان الماسك. في الوقت ده جيفري دفع لستيف كل الورق المزيف وتذاكر الطيارة لفنزويلا بكرة. ستيف سأله عن السرقة اللي شافها في الأخبار، وجيفري عمل نفسه مش عارف. ميشيل حطت الباروكة تاني، وستيف قال له لازم يمسح أي أثر له. جيفري اضطر يقتحم عيادة الدكتور ويحرقها. تاني يوم وهو رايح المطار ليه اتصلت. بعد تردد طويل وقف ورد. دعيته على العشاء عيد الميلاد وهو عيط ووافق. بعدها بوقت قصير وصل بيتها معاه هدايا، لكن ده كان فخ والشرطة حاصرته وقبضت عليه. في عربية البوليس ليه بكت من تأنيب الضمير. جيفري رجع السجن بحكم 32 سنة. حط صورة عيلة ليه جنب صورته القديمة، وفاضل له وقت كتير يفكر في كل الألم اللي سببه بخططه. بدأ يحضر مجموعات دعم في السجن وقدر يكلم بيكي تاني. المساجين بيسألوه لو هيهرب تاني، لكنه اتصالح مع عاقبته. وفي يوم ليه زارته فاستغلها يعتذر. ليه قالت إنها كانت زعلانة بس دلوقتي شايفة وقتهم مع بعض كمغامرة ممتنة ليها، واعتذرت عن دورها في القبض عليه واتحضنوا. القصة دي مبنية على قصة حقيقية لجيفري مانشستر اللي حاول يهرب كمان مرتين في 2009 و2017. الحقيقي اتجوز تاني وزارته مؤخرا لأول مرة من بعد الحادث، وجيفري هيبقى مؤهل للإفراج المشروط سنة 2036 وبيشتغل أمين مكتبة في السجن. ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا فيديوهات زي دي. شكرا على المشاهدة. والحد هنا يكون خلص فيلمنا، وما تنسوش بقى لايك شير واشتراك فيلم من الآخر علشان يوصلكم كل جديد.